السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفيديو مهم جدا، مفيش ست فينا مش محتاجاه. فيديو مهم جدا جدا. كلنا بنحتار ازاي نحفظ الخضرة كلنا بنحتار ازاي نحفظ الخضرة بتاعتنا انها تقعد معانا الوقت اطول، لان اكيد كلنا او نسبة كبيرة مننا بتنزل تجيب حاجتها بالاسبوع مثلا، او حاجات التخزين او كده. انا هنا بحفظ الخضرة بتاعتي لاقل حاجة اسبوع. زي ما انتم شايفين الطريقة دي، انا عندي زي حافظة الطعام كده، العلبة بنشفها كويس، بحط فيها مناديل من تحت كويس، وبجيب الخضرة بتاعتي من السوق. بس بشيل فيها لو حاجة محتاجة تتشال، حاجة مش نضيفة، لكن مش بغسلها ابدا واتأكد انها ناشفة 100%. لو مبلولة بنشفها وبحطها بالطريقة دي، واحط شوية وانزل كمان، وما كترش، احط شوية وانزل كمان بطبقة من المناديل كويسة، وبحط هنا معلقة. كل ده الحاجات دي بتساعد المناديل والمعلقه بتسحب الرطوبه، لان الرطوبه هي اللي بتبوظ الحاجات دي وبتخليها تصفر وتعرق معانا. فالحاجات دي بتسحب الرطوبه. زي ما انتم شايفين، انا كل اللي بعمله بشيل اي حاجه انا مش عجباني من الخضره بتاعتي، من الورقيات، وبحطها معايا على المناديل. المناديل مهمة مهمة مهمة، هي اللي بتساعد انها تحافظ عليها. بتقعد معايا بالاسبوع والاسبوعين زي الفل. وهوريكم دلوقتي آه خضرة كانت معايا باقية من الاسبوع اللي فات، كأنها طازة. هتشوفوا دلوقتي. هنا دي الخضرة الطازة، بصوا دي الخضرة اللي من الاسبوع اللي فات، كأنها طازة، ما تفرقش حاجة عن الطازة. شايفين؟ مع الطازة كأنها طازة. انا بقى بطلع القديمة دي احطها فوق عشان استخدمها الاول. شايفين عامله ازاي؟ كانها طازه بالظبط. وبنزل بالمناديل زي ما قلت لكم، شويه وانزل بطبقه مناديل، وشويه وانزل بطبقه مناديل، مش بحط كله مره واحده عشان ما يعرقش معايا. شايفين الخضره دي بقالها اسبوع، بقالها اسبوع معايا وزي الفل، كانها جديده. بشيل بس الحاجه اللي مش عجباني واحطها معايا. نأكد تاني، اهم حاجة الخضرة تكون ناشفة، مفيهاش مية خالص. واشيل كل الحاجات اللي مش عجباني منها، سواء صفرة، سواء حاجة مش عجباني، مش عاجبة عينيا. واغلفها بالمناديل زي ما انتم شايفين كده، مناديل المطبخ. وبس كده. واقفلها واقفل العلبة واحطها في التلاجة، وبسحب منها اللي انا بحتاجه. اخد اللي انا هحتاجه اغسله واستعمله، وارجع العلبة مكانها تاني التلاجة. واظن دي حاجة مفيش ست فينا مش محتاجاها. ياريت كلكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة. بحبكم.